بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا هقدم لكم الاكسلودنج بوكس او اللي هو بوكس الصور بتاع الهدايا في الادوات. مسطره، ريلو، كانسون. الورق ده اسمه كانسون، ورق مقوى مش الورق العادي، هو اقوى شويه. قلم وبس، ده مؤقتا. ماشي، نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا هعمله 12 سم. علمت 12 24 36 12 24 36 وهكذا طول فعل. تمام. دلوقتي احنا هنقصهم. يبقى دي اول طبقه من البوك. بعد ما خلصنا اول صفين هنبتدي في الصف التالت، وهو 12 الا 4 مللي. تمام، يبقى احنا فهمنا اول واحد 12، تاني واحد 12 الا 2 مللي، تالت واحد 12 الا 4 مللي. بعد ما عملنا ال 12 الا 4 مللي احنا كده عندنا 3. هنعمل بوكس 3 ادوار. هنقص دول كلهم احنا مش عايزينهم، وده برضه هنقص كده 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 كده. ودلوقتي احنا قصينا دول، ده كده وده كده. تمام. فاضل واحده ما اتقصتش، اللي هي اكبر واحده، اللي هي 12 في 12. تمام. دلوقتي هنعمل قلب. عايزين نعمل قلب هنا، هناخد اللي هي اكبر واحده في الحجم، هنتنيهم كده وهنرسم قلب. بعد كده هنقص دول من كل واحده. ودلوقتي بعد ما قصينا القلب هنبتدي نتني البوكس. اول حاجه هنتني ده لجوه، ونتني الناحيه التانيه. وهنتني بالطول وبالعرض. البوكس الناحيه التانيه، هنتني القلب بس. عند الزاويه القايمه دي نحط المسطره، وعند الزاويه دي برضو نحط المسطره ونتني. احنا كده تنينا لجوه، برضو نفس المكان ونتني. هنتني برضو ده عند العلامه المربع لجوه.
ودلوقتي هنعمل غطا يبقى 4 12 ونص 4 برضو طول 4 12 ونص 4. ودلوقتي احنا عملنا 4 12 ونص 4 وهكذا 4 12 ونص 4. هنقص بس خط من هنا وخط من هنا وخط من هنا وخط من هنا اللي انا عامله عليه بالشرط دي. تمام، يعني هنقص بالكتر كده كده وكده وكده. دلوقتي بعد ما قصيت دي وقصيت دي وقصيت دي وقصيت دي تمام، ده الغطا. هنبتدي نتني كل اللي عليه بالرصاص، خطوط الرصاص اللي احنا عاملينها. وهكذا. تمام، اي فيونكه اي شريط ستان انت عايزه تجملي بيه. النص برضو من الناحيه التانيه. نعمل العكس. بالنظر، انا مش بقيس، اللي قادر يقيس يقيس مفيش مشكله. تمام كده انا عملتها لحد ما بالظبط. نعمل فيونكه، ممكن في اشكال كتير من الفيونكه هعمل لكم فيديو لوحده، بس انا هعملها هقيس كله نفس المقاس. انا كل اللي عملته شيت ستان ده قست كده عشان انا عايزاها كده بالعرض ده، وحطيتهم الاتنين مع بعض. هعمل مثلا 3 نفس الفكرة. هاخد حتة من الأورجانزا صغيرة او مثلا اي شيت ستان تاني رفيع. تمام، هنضمهم مع بعض 3 وهنربطهم في بعض. سوري، 3 هم مع بعض. بعد كده هنربطهم مع بعض، هنربط دول كده 3 مع بعض. تمام، الفيونكه اللي احنا عملناها، وهعمل لكم في فيديو خاص فيونكه لوحدها. تمام، وهنبتدي نلزق دول في بعض. حاولوا توسطنوها على قد ما تقدروا بالظبط. طبعا لسه برضو البروسيس باين، فهتقدروا توسطنوها. تمام، دي ممكن بالدبل فيس عادي، انا بستسهل في الشمع، بعلم بس كده. تمام، يبقى امتن في الشمع في اللزق، امتن مش من ناحيه كده، امتن كمان في الورق، بيخلي الورق متين اكتر.
وده الدور التالت. الدور ده انا بس عايزه اقص كده الزوايا تبقى داير داير، هتدي منظر حلو جدا. حاولوا تعملوها على قد بعض، حاولوا نثبتها. وهنكمل في المربع اللي في النص. هنتني ونتأكد من كل حاجة تمام في البوكس. تمام. طبعا الحاجة بتظبط أكتر لما بيكون في الصور وبيكون في الحاجة. كده يبقى خلصنا البوكس. ممكن نعمل بوكس جوه. طبعا قسنا 8 و8 و8 وكمان 8 سنتي 8 سنتي 8 سنتي. تمام. نعمل بص زي ما عملنا في الغطا، شلنا واحد وواحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا. تمام. هنلزق زي ما عملنا في الكبير. دي نفسها نفس الفكرة برضو. تمام. ودلوقتي هنجيب ستان. لازم نعمل ستوب. ودلوقتي هنكمل البوكس برضو بالشمع وبستان رفيع، بس انا هعمل شكل مختلف شويه. اي شكل انتوا عايزينه ممكن تعملوه برضو اللي انا عملته قبل كده، او فيونكه، اي حاجه اي حاجه بالطول بسيطه بس تكون صغيره لان اصلا البوكس صغير. تمام. انا مثلا عملت ده كده، هعمل برضو تاني في الجنب تقريبا نفس المسافه. حاول عينيك بس تظبط الدنيا. الالوان حاولوا تكون متناسقه. طبعا ممكن الثلاثه دول بدل ابيض واحمر وابيض ممكن يبقى اسود وابيض. كل الالوان ممكن تعملي 3 الوان في بعض، بس اهم حاجه يكون في تناسق الوان. تمام. انا كده خلاص بفنش. الموضوع فعلا صعب يا جماعه، بس برضو مفيش حاجه صعبه. صعب في التسجيل وصعب في بياخد وقت، لان طبعا انا اكيد قفلت الفيديو 100 مره. طبعا تابعوا معايا البوكس بتفاصيله اللي جواه، بس هعمل كل فكره في فيديو لوحده لاني مش هقدر اخلص. طبعا كله بياخد معايا حوالي 3 ايام، فانا مش هقدر اخلص كله في فيديو في حاجه بسيطه يعني. ادي البوكس. كده نكون خلصنا النهارده طريقه عمل البوكس. طبعا دي كلها المفروض بتبقى كلها افكار. الافكار دي كلها ان شاء الله هعمل كل فكره في فيديو جديد. تابعوني. شكرا.